لو انت من عشاق الشوكولاتة او حابة تفتحي فكرة مشروع سهلة وسريعة وكمان مربحة جدا جدا، يبقى الفيديو ده ليك. هنعمل النهاردة مع بعض صنف بيتباع في الكافيهات بأسعار غالية قوي بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة كده، عشان اعمل براونيز كيك هحتاج 200 جرام من السكر يعني كوباية. عندي 175 جرام من الزبدة وهسيحها يعني كوباية الا ربع. هقلب الزبدة مع السكر، الزبدة بس تسيح عندي، مش عايزاها سخنة. خلطت الزبدة مع السكر، هنزل عليهم بثلاث بيضات ومعاهم فانيليا طبعا ومعلقة كبيرة من الزيت. هقلب بقى هنا في المرحلة دي تقليب كويس قوي لحد ما السكر عندي كده شبه يدوب. انا مش هستعمل اي ادوات كهربائية خالص، هنشتغل بايدينا كده. الدقيق عندي 90 جرام من الدقيق و75 جرام من الكاكاو، يعني كوباية الا ربع من الدقيق وكوباية الا ربع من الكاكاو. هقلبهم مع بعض بالشكل ده كده، وهنزل عليهم بمعلقة من النسكافيه اللي هو النسكافيه الحبيبات، وتقدري تستغني عن النسكافيه خالص في الوصفة دي. هقلبهم مع بعض، ومنستخدمش لا بيكنج باودر ولا أي مادة رافعة. هقلب كل المقادير مع بعض بالشكل ده، وده قوام البراونيز. هبدأ بقى أجيب 200 جرام من الشوكولاتة، وتقدروا تستخدموا شوكليت شيبس. لو انتم ما عندكوش شوكولاتة قطع يعني، تقدروا تستخدموا شوكولاتة شوكليت شيبس، بس الأفضل طبعا قطع الشوكولاتة. أنا هنا استخدمت شوكولاتة بالحليب 200 جرام، وهبدأ أنزلها على خليط الكيك بالشكل ده وهقلبها. وبرضو تقدروا تقطعوها تقطيع أصغر من كده، مفيش مشكلة. عندي بقى صينية مربعة أو مدورة براحتكم. أنا هستخدم صينية مربعة وفردة فيها ورقة زبدة، لأن البراونيز كيك بيلزق جامد جدا، فلازم نستخدم في الوصفة دي ورق زبدة. هفرد الخليط وهدخله على الشبكة في الرف اللي أعلى من الرف الوسط. بعد نص ساعة بالظبط هيخرج معايا البراونيز بالشكل ده. الكرمشة بتاعته مظبوطة مستوي، عايزة أقول لكم إن ريحته بجد تحفة، ويتاكل بدون أي تزيين. ده شكل البراونيز. هنسيبه بقى يبرد تماما تماما، مش هخرجه من الصينية غير لما يبقى برد خالص علشان ما يتهريش معانا ولا يتكسر معانا. هبدأ بقى كده أفرغ ورق الزبدة من الجوانب، وهنبدأ نقطعه. بنقطعه مقاس كام أو حجم القطعة كام؟ متاح عندك حجمين، 5 في 5 أو 6 في 6. في الكافيهات دايما بيتقطع حجم 5 في 5، فإن شاء الله اعمله 5 في 5 علشان يبقى الحجم مناسب معانا، ويبقى زي الجاهز بالظبط. هقطع كل صينية بنفس الطريقة. ودي الكمية اللي طلعت لي من صينية البراونيز. الصينية عندي مقاس كام؟ 25 في 25. هبدأ بقى أرص البراونيز بالشكل ده عشان نشوف أفكار التزيين. هعمل أول حاجة خطوط باللوتس، وخطوط بالنوتيلا البيضة، وخطوط بالنوتيلا البني، وخطوط بالكراميل. كل الحاجات أو كل التزيينات دي عملناها قبل كده بطريقة اقتصادية، هسيب لكم كل الطرق في التعليقات. هبدأ بقى أوزع كل الخطوط بالشكل ده. هنيجي لفكرة التزيين بقى بعد كده. أنا حابة فكرة حلوة قوي، اللي هو المولد ده بيبقى فيه الحروف، بصب فيه الشوكولاتة وبسيبها تجمد، وبعدين بوزع كل اسم كده على قطعة، وبيبقى فكرة حلوة وبتعجب الولاد إن كل قطعة باسمهم. أول فكرة بالشوكولاتة. تاني فكرة، بسكن عجينة السكر جوه المولد. يعني ايه اسكن؟ بدخل عجينة سكر جوه الحروف وبسيبها بس 5 دقايق كده في الفريزر. بطلعها وببدأ أوزعها على الأشكال. يبقى أول شكل بالشوكولاتة، وتاني شكل بعجينة السكر. طبعا أي اسم انتوا حابينه تقدروا تعملوا. الدقيق عندي 90 جرام من الدقيق و75 جرام من الكاكاو، يعني كوباية الا ربع من الدقيق وكوباية الا ربع من الكاكاو. هقلبهم مع بعض بالشكل ده كده، وهنزل عليهم بمعلقة من النسكافيه اللي هو النسكافيه الحبيبات، وتقدري تستغني عن النسكافيه خالص في الوصفة دي. هقلبهم مع بعض، ومنستخدمش لا بيكنج باودر ولا أي مادة رافعة. هقلب كل المقادير مع بعض بالشكل ده، وده قوام البراونيز. هبدأ بقى أجيب 200 جرام من الشوكولاتة، وتقدروا تستخدموا شوكليت شيبس. لو انتم ما عندكوش شوكولاتة قطع يعني، تقدروا تستخدموا شوكولاتة شوكليت شيبس، بس الأفضل طبعا قطع الشوكولاتة. أنا هنا استخدمت شوكولاتة بالحليب 200 جرام، وهبدأ أنزلها على خليط الكيك بالشكل ده وهقلبها. وبرضو تقدروا تقطعوها تقطيع أصغر من كده، مفيش مشكلة. عندي بقى صينية مربعة أو مدورة براحتكم. أنا هستخدم صينية مربعة وفردة فيها ورقة زبدة، لأن البراونيز كيك بيلزق جامد جدا، فلازم نستخدم في الوصفة دي ورق زبدة. هفرد الخليط وهدخله على الشبكة في الرف اللي أعلى من الرف الوسط. بعد نص ساعة بالظبط هيخرج معايا البراونيز بالشكل ده. الكرمشة بتاعته مظبوطة مستوي، عايزة أقول لكم إن ريحته بجد تحفة، ويتاكل بدون أي تزيين. ده شكل البراونيز. هنسيبه بقى يبرد تماما تماما، مش هخرجه من الصينية غير لما يبقى برد خالص علشان ما يتهريش معانا ولا يتكسر معانا. هبدأ بقى كده أفرغ ورق الزبدة من الجوانب، وهنبدأ نقطعه. بنقطعه مقاس كام أو حجم القطعة كام؟ متاح عندك حجمين، 5 في 5 أو 6 في 6. في الكافيهات دايما بيتقطع حجم 5 في 5، فإن شاء الله اعمله 5 في 5 علشان يبقى الحجم مناسب معانا، ويبقى زي الجاهز بالظبط. هقطع كل صينية بنفس الطريقة. ودي الكمية اللي طلعت لي من صينية البراونيز. الصينية عندي مقاس كام؟ 25 في 25.
هبدأ بقى أرص البراونيز بالشكل ده عشان نشوف أفكار التزيين. هعمل أول حاجة خطوط باللوتس، وخطوط بالنوتيلا البيضة، وخطوط بالنوتيلا البني، وخطوط بالكراميل. كل الحاجات أو كل التزيينات دي عملناها قبل كده بطريقة اقتصادية، هسيب لكم كل الطرق في التعليقات. هبدأ بقى أوزع كل الخطوط بالشكل ده. هنيجي لفكرة التزيين بقى بعد كده. أنا حابة فكرة حلوة قوي، اللي هو المولد ده بيبقى فيه الحروف، بصب فيه الشوكولاتة وبسيبها تجمد، وبعدين بوزع كل اسم كده على قطعة، بيبقى فكرة حلوة وبتعجب الولاد ان كل قطعة باسمهم. اول فكرة بالشوكولاتة. تاني فكرة بسكن عجينة السكر جوه المولد. يعني ايه اسكن؟ بدخل عجينة سكر جوه الحروف وبسيبها بس 5 دقايق كده في الفريزر، بطلعها وببدأ اوزعها على الاشكال. يبقى اول شكل بالشوكولاتة، وتاني شكل بعجينة السكر. طبعا اي اسم انتوا حابينه تقدروا تعملوه. تاني فكرة عندي بالمكسرات بالشكل ده. تالت فكرة عندي برضو المولد ده شبه شكل الدبدوب، بصب فيه شوكولاتة سايحة وببدأ أزين بيه البراونيز بالشكل ده. بصوا، أفكار التزيين سهلة قوي قوي، وكمان بتبقى مغرية بالنسبة للأطفال. طيب أنا لو هبيع هغلفه إزاي؟ هنغلفه في ورق الكب كيك، وهنبدأ نرصه في العلبة اللي هنسلم فيها الاوردر بالشكل ده. بيبقى شكلها شيك، وكمان ما فيهاش شغل كتير، فبيبقى كده زي ما بنقول العين بتاكل قبل البق، فبيبقى شكلها شيك قوي. طيب فكرة التزيين مكلفة بالنسبة لي يا أميرة؟ استغنوا خالص عن التزيين. مع بولة ايس كريم وهتاكلوا احلى براونيز ممكن تاكلوها في حياتكم، مع شوية ايس كريم كده يرطبوا على القلب. كمان هسيب لكم طريقة الايس كريم في التعليقات. لو عجبكم فيديو النهارده كالعادة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو كده، تقولوا لي رأيكم في فيديو النهارده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.